الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عم. الله يا الله يا الله، أنت أروع من رمسيس، أنت أكبر من نمر. مستحيل الحلم يتحقق. صلاح يتقدم يمر. الله الله أهلا بكم في مهد معشوقتكم. انا ابراهيم وهنا هنلعب فانتسي. اهلا بيكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا الاسعار نزلت، واسعار في متناول تجار المخدرات، حرامية البنوك، حسب الله ونعم الوكيل. النهارده كده هناخد فكره بسيطه عن شويه اسعار، مين اهم اللعيبه ومين مش اهم اللعيبه، وهوريك اول درافت انا عملته. فواحده واحده كده، انا هيما نلعب فانتسي ويلا بينا. بص يا سيدي، بدايه كده غير مبشره. ليه يا باشا غير مبشره؟ انك تجيب صلاح، هالاند، بالمر، ساكا، فلان، علان، ترتان، بتاع، انسى، مفيش خلاص. اللعبة هدفها السنة دي الأول والأخير ما يبقاش فيه تشكيلتين مع بعض، ما يبقاش فيه تشكيلتين شبه بعض، ما يبقاش. فاحنا هندردش كده نشوف مين اللعيبة اللي أسعارها اتغيرت عن السنة اللي فاتت، اللعيبة اللي أسعارها ما اتغيرتش عن السنة اللي فاتت، اللعيبة اللي علت، اللعيبة اللي رخصت، مين تركز معاه، انت هتمشي ازاي، عايز صلاح وهالاند ولا عايز صلاح بس، انت هتروح في انه سكة من الاتنين، دنيتك هتوديك لحد فين. كل واحد وليه طريقته، كل واحد وليه دماغه. فيلا بينا كده ونشوف. خلينا الاول نتكلم عن اللعيبه اللي لحد دلوقتي الاونر شيب بتاعتها عاليه، يعني لسه مفيش حوالي ناس كتير دخلت اللعبه لحد دلوقتي، تقريبا 2 مليون او 3 مليون، دول بس اللي موجودين. بس في لعيبه كتير خلاص الاونر شيب بتاعتها راحت، فدي اللعيبه اللي انت لازم على الاقل يبقى معاك منها 2 3، بحيث ان انت ترتيبك ما يروحش لبعيد. فيلا بينا كده نشغل الشغل مرة واحدة واحدة. أول حاجة عندك كير جون وصل 30%، معرفش ازاي ليه وازاي، ورخيص 4.5، هيبقى أساسي مع برينفورد أعتقد بنسبة كبيرة. عندك آيات نوري، ودي مفاجأة، في ناس واثقة فيه قوي، مش عارف يعني، وأنا واحد منهم الصراحة، داخل على 35%. جابرييل من ارسنال 28 او 30%، وده انا واحد من الناس مش هبدا بدفاع من ارسنال، جدولهم اول 6 ماتشات عنيف. وان بيساكا سعره كويس 4.5 مليون في وست هام. فريمبونج وصل 30% اونر شيب، سعره 6 مليون. عندك فيرتس 8.5 مليون ووصل ل 40%. بالمر 49%. صلاح 56%. جواو بيدرو 60%. إيزاك 40%. بون 23%. طبعا دي مش نسب أكيدة، والنسب دي انت لو دخلت على الابليكيشن دلوقتي أو فتحت الموقع دلوقتي مش هتلاقيها هي مليون في المية، هتلاقيها اتغيرت، لأن ده طبيعي. يعني الطبيعي إن مفيش حاجة هتفضل زي ما هي، كل يوم العدد بيزيد، الأكونتات بتكتر أكتر، فأوريدي النسب دي بتتغير. في لعيبة خلاص فرقت، جواو بيدرو، صلاح، إيزاك، اللعيبة دي خلاص على الاقل 1 2 منهم في تشكيلتك. ما عملتش كده انت دروب، انت تحت حتى لو جايب 90 نقطه، فلازم دي حاجه تركز عليها. تاني حاجه يا سيدي، تعالى نشوف مين اللعيبه اللي اسعارها اتغيرت عن السنه اللي فاتت، وخلينا نبدا باللعيبه اللي رخصت، او مش هنتكلم عليهم لان هم مش كتير، بس تعالى نشوف ايه اللي يهمنا احنا منهم. اللي يهمنا طبعا اولهم هو هالاند. هالاند السنه اللي فاتت كان بادئ ب 15 مليون وكان اغلى لاعب في اللعبه، السنة دي نزل 14 مليون، يعني هالاند رخص مليون. هالاند السنة اللي فاتت 22 جول بس، تقريبا جايب 180 أو 181 نقطة على مدار السيزون، فده كان شيء متوقع. كذلك فودن السنة اللي فاتت كان 9.5 مليون، السنة دي 8 مليون، فده برضو شيء يعني. لعيبة السيتي كلها هتلاقي نسبة كبيرة منها قلت باستثناء الدفاع، أولهم جوفارديول طبعا يعني. بعدين خش عندك سون، كان السنة اللي فاتت ب10 مليون، السنة دي 8.5 مليون. وخد بالك توتنهام غيروا مدرب وصفقات كتير جديدة، فبرضو لسه عايزين نشوف الدنيا فيها ايه. وسون برضو السنة اللي فاتت ما كانش أحسن حاجة يعني. نيكولاس جاكسون السنة اللي فاتت كان 7.5 مليون، السنة دي 6.5، برضو لسه مش عارفين الدنيا فيها ايه. بس بنسبة كبيرة هو اوت، هي هتبقى المفاوضة ما بين ديلاب وما بين جواو بيدرو، اعتقد بيدرو هو كده كده الاساسي،
على اللي هو عمله يعني في كاس العالم. دي يعني ابرز اللعيبه اللي احنا ايه اللي ممكن تهمنا. تعال نشوف مين اللعيب بقى اللي سعرها زاد زياده عن اللزوم. في زيادات منطقيه وفي زيادات مش منطقيه. عندك يا سيدي مورجان روجرز السنه اللي فاتت كان 5 مليون، وكان 90% مننا على وهو بيفنش السيزون كان معاه روجرز من استون فيلا. السنه دي هو نازل ب7 مليون. بص، انك تبدا بيه هي ريسك. هو معايا يعني، انت لما هتشوف الدرافت بتاعي كمان شويه انا حطيته، بس ما اعتقدش ان هو انا هبدا بيه. ريسك لان انت لسه مش عارف استون فيلا هتقدم ايه، ف مش عارف يعني هيبان. خلينا نشوف ما نستعجلش. عندك صلاح 14.5 مليون، زيادة 1.5 مليون عن السنة اللي فاتت، كان نزل 12.5 السنة اللي فاتت. إيزاك زيادة 2 مليون، نزل ب10.5 بدل 8.5 السنة اللي فاتت. عندك بقى خد عندك 2 بتوع بورنوس، سواء جاستن كيلفرت 7 مليون بدل 5.5، سيسينيو 7 بدل 5.5، نفس الفكرة برضو. الاتنين لعيبة كانوا مفنشين جامد قوي في بورنوس. الاتنين لعيبة عملوا سيزون جامد قوي 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 السنة اللي فاتت، فهتفرق كتير. خد عندك بعد كده كيركز مفاجأة، عشان هو مش عشان راح ليفربول، بس هو الصراحة عمل سيزون جامد السنة اللي فاتت، كان 4.5 نزل السنة دي 6. كذلك رايان آيت نوري 4.5 عامل بنزل السنة دي 6. مرموش السنة اللي فاتت بدأ 7، السنة دي 8.5، وكمان نازل في نص الملعب مش نازل مهاجم. عندك ماتيوس كونيا السنة اللي فاتت 6.5، السنة دي 8 وبرضه نازل نص ملعب. عندك أمادا ديالو السنة اللي فاتت كان 5، السنة دي 6.5. عندك إيلانجا السنة اللي فاتت 5.5، السنة دي 7. وكريس وود السنة اللي فاتت 6، السنة دي 7.5. في زيادات يعني إلى حد ما هي منطقية شوية، وفي زيادات مش منطقية، أو في حاجات تحسها يعني اوفر زيادة عن اللزوم. لسه مش عارفين، لسه محتاجين ان احنا نتفرج اكتر ونشوف الدنيا ايه هتودينا لحد فين اكتر. تعالى اوريك الدرافت بتاعي ونشوف الدنيا فيها ايه. يعني ده اللي انا عملته، ما اقول يعني ما اضمنلكش 90% ان ده اللي انا هبدأ بيه، بس مؤقتا على الاقل في حوالي 6 أو 7 لعيبة دول خلاص يعني ما فيهمش تغيير. انا بطبيعتي الجونين كبرهم معايا 9 مليون، ما خدتيش عن كده. فانا معايا كلير بتاع برينفورد، ومعايا الاحتياطي ميلزر من ليدز يونايتد. الدفاع يا سيدي انا معايا فريمبونج وايات نوري طبعا ليفربول وسيتي، ومعايا دي كوبر من برايتون، ومعايا تروفت الباك الشمال بتاع بورنموث، لسه جايب جونين في البري سيزون بتاع بورنموث اساسي. ما خلاص هو ما فيش حد هيلعب مكانه، كيركيز مشي فهو الاساسي. ومعايا ووكر من بيرني ب4.5. انا غالبا هيبقى 3 ورا معايا، فايات نوري وفريمبونج 2 اساسيين، والتالت هيتبدل ما بين دي كوبر برايتون وما بين ترافت بتاع بورنموث على حسب ماتشاته، ووكر موجود. نص الملعب معاك انا جايب مرموش، نضاي، روجرز، صلاح وقدوس، وقدام بيدرو، جواو بيدرو والكسندر ايزاك. في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده ايزاك ما سافرش مع نيوكاسل عشان المعسكر، بيتقال ان هو خلاص يعني الموضوع مع ليفربول بيقرب. ليفربول مجهزين عرض 130 مليون، رقم كبير قوي. ليفربول لسه جايبين النهارده كمان واعلنوا عن جيتي بقالهم يومين. اللاعب النهارده نزلت سعره ب8.5، ممكن يبقى اوبشن كويس تبدا بيه، بس برضو لسه هنحتاج نتفرج. كذلك ارسنال، انا معيش حد من ارسنال، هنحتاج ان احنا نشوف نتفرج هيبداوا ازاي دفاع، خصوصا ان جدول ارسنال في الاول وحش. ده هنتكلم عنه المرات اللي جايه، هنمسك فرقه فرقه كده نشوف اول 6-7 ماتشات هيبقوا ماشيين ازاي. بس دي كانت دردشه بسيطه كده. اسعار، ظبط دنيتك، ركز، ما تقولش انا هلعب على الديفرنشال، ما تخليش لعيبتك كلها لعيبه مهجوره. في اساسيات في اللعبه، في لعيبه اونر شيب بتاعتها عاليه لازم تبقى موجود معاها، لازم تبقى موجوده. ما ينفعش على الاقل 2 3، ما ينفعش جواو بيدرو ما يبقاش عندك، ايزاك صلاح ما ينفعش ما يبقاش معاك.
تبدأ بصلاح وهالاند مع بعض او صلاح بس هالاند بس، ده كله على حسب انت ناوي ايه، هتناوي على ايه. الفترة اللي جاية هتشوف مني درافت واثنين وثلاثة، سواء بتوعي او ان انا بسهل لك الامور بوجه عام. هعمل لك درافت في صلاح وهالاند، هعمل لك درافت لصلاح لوحده، هعمل لك درافت هالاند لوحده، هعمل لك اكتر من فكرة واكتر من ستايل تشوف بيهم اللي انت عايزه، وتبدأ بالطريقة اللي تريحك. اهم حاجة انت لازم يبقى عندك 2 ديفرنشال، مش اكتر من 2. ما تقولش لا 3 4 5 وتاخد ريسكات واحنا لسه مش عارفين السيزون هيودينا لحد فين. سمي الله واللي جاي خير. السلام عليكم.